فيلمنا النهارده بيبدأ مع اتنين راكبين قارب صغير وبيستعدوا علشان يبدأوا شغلهم كالعادة، وفجأة بيوصلوا جنب سفينة وبيتكلموا مع شخص اسمه فاليري وبيقول لهم انه لازم ينقل كمية كبيرة جدا من الكافيار. وبيفرح أوليك جدا أول ما بيسمع الخبر ده، وبيحاول يقنع صاحبه انهم يوافقوا ياخدوا جزء من الشحنة دي وينقلوه معاهم مقابل مبلغ كويس جدا. وفي الأول صاحبه بيرفض وبيخاف لأن الحمولة هتكون تقيلة جدا على القارب، ولما أوليك بيضغط عليه بيوافق في الآخر وبياخدوا الشحنة وبيمشوا في طريقهم. وبيبدأ أوليك ياكل من الكافيار اللي معاهم وبيحب طعمه جدا، وللأسف بعدها على طول القارب بيتكسر بسبب الوزن الزيادة وبيحصل اللي صاحبه كان متوقعه، وبيحاولوا ينقذوا نفسهم بأي طريقة وكل البضاعة اللي معاهم بتغرق في المية وبيوصلوا للشط بكل صعوبة. وصاحبه بيتخانق معاه لأنه السبب في كل اللي حصل ده، وبيضربه وبيقول له إن جشعه وطمعه هو اللي وصلهم لكده، وبيصمم إنه يدفع ثمن القارب اللي هو كسره. وبيضطر أوليك يدي لصاحبه العربية بتاعته بدل القارب لأن ما عندوش أي مصدر دخل تاني. وتاني يوم أوليك بيروح يقابل حبيبته، وبما إنها بتشتغل في البنك فبيتحايل عليها انه ياخد قرض ولكنها بترفض، وبتقول له انها المره دي مش هتقدر تساعده زي كل مره. والغريب انه بيعرض عليها يسرقوا فلوس البنك مع بعض ولكنها طبعا بترفض، وبتقول له كمان انها مستحيل تعمل كده، وبتقنعه يبعد عن الموضوع ده خالص بدل ما يزود مشاكله لانه مش ناقص. وبيستناها أوليك لحد ما بتخلص شغل علشان يروحوا مع بعض، وبتتصدم انه مغير عربيته وجايب عربيه وحشه جدا وقديمه، وحتى العربيه بتكون مش نظيفه من جوه. فبيصعب عليها جدا وبتشرح له ان باباها عارض البيت للبيع، ووعدها انه يديلها نصيبها من الفلوس دي، وبتاكد له انها هتساعده اول ما تاخد الفلوس. وطبعا أوليك بيتحرج وبيرفض وبيقول لها انه هيحاول يحل مشاكله بنفسه. وفي الاخر بيتفقوا يروحوا البيت بوريس يتكلموا معاه، وهناك بيلاقوا قاعد بيصلح الحمام هو واولاده، وبنكتشف ان هو ده نفسه ابو شويته اللي هي كانت بتتكلم عنه من شويه. واول ما بيعرف انهم عايزين منه فلوس بيبدا يتجادل معاهم وبيشرح لهم ان وضعه زي الزفت وانه مش هيقدر يساعدهم. وفجاه وهم بيتكلموا بتقع حاجه ضخمه جدا من السماء على البيت بتاعه، وبيتدمر جزء كبير من البيت ومحدش بيكون فاهم ايه اللي حصل، وبيكونوا مفكرين ان في حد هجم عليهم ورمى قنبله. فبيجروا بسرعه وبيخرجوا بره البيت، وبيتصدموا ساعتها ان الدنيا بره مقلوبه، وبيحسوا ان في حاجه غلط بتحصل ومش عارفين يروحوا على فين ولا يجوا منين. وفجاه بيفتكروا جدهم وانه كان نايم في الدور الارضي، وبيروحوا بسرعه يطمنوا عليه وبيلاقوا وضعه وحش جدا جدا. وبعد ما الدنيا بتهدى شويه بيعرفوا ان اللي وقع عليهم ده نيزك، وبيستغل أوليك الفرصه دي وبيقنعهم يحفروا معاه علشان يجيب جزء من النيزك ويبيعه، وبيكون مصمم انه هيكسب منه مبلغ كبير جدا. ومع الوقت بيتعبوا جدا كلهم، وبيفضل أوليك يحفر لحد الصبح لوحده، وفعلا بيقدر يجيب قطعه كبيره جدا من النيزك. وقبل ما يستريح بينادي عليه الجد وحالته بتكون وحشه جدا، وبيتكلم معاه شويه وبيوصيه على العيله وبيقول له انه خلاص هيموت. وبيصمم أوليك يطلب له الاسعاف، وللاسف الراجل بيموت ومش بيلحق يتحمل اكتر من كده، وبيجري أوليك بسرعه علشان يصحي شويته ويقول لها، ومن كتر التعب بتكون رايحه في النوم خالص ومش عايزه تصحى. وفي نفس الوقت قطعه النيزك اللي هو اخدها بتبدا تتغير لشكل تاني خالص وبتتحرك من مكانها من غير ما ياخد باله. وبيقرر أوليك ينام شويه جنب شويته، ولما كل العيله بتصحى بيقول لهم اللي حصل. وبعد كام ساعه بيدخل عليه تالك اخو شويته وبيقول له ان في حاجه غريبه بتحصل وان شويته مختفيه من كام ساعه. وطبعا أوليك بيتصدم وبيستغرب ده حصل ازاي لانها كانت نايمه جنبه على السرير. ولما بينزل معاه لتحت بيلاقي الارض كلها بايظه وفي بواقي سائل غريبه مرميه في الارض، وحتى البنت الصغيره ساشا بقى عندها قوه غريبه وبتقدر تتني الحديد بايديها، ومحدش بيكون قادر يستوعب اللي هي بتعمله. وكل واحد في العيله بقى بيعمل تصرفات اغرب من التاني، وبيقف أوليك في النص يبص عليهم وهو مرعوب جدا، وبيخاف ان شويته يكون حصل معاها اي حاجه مش كويسه. فبيرجع للاوضه تاني وبيبدا يسمع صوت شويته، وللاسف مش قادر يلاقيها في اي مكان في الاوضه ومش عارف مصدر الصوت ده جاي منين. وبعدها بكام دقيقه بيسمع صوت حد بيصرخ تحت، وبيجري بسرعه علشان يشوف ايه اللي حصل، وبيشرح له بوريس ان مراته محبوسه جوه في الاوضه وعماله تصرخ، وبيحاولوا يفتحوا الباب لحد ما بيتكسر في الاخر. ولما بيدخلوا كلهم بيتصدموا ان مراته طايره في الجو ومش عارفه تنزل، وبيحاولوا يسحبوها معاهم بالعافيه لبره، وبيفضل أوليك ماسكها من ايديها بدل ما تطير تاني. وهنا كانت الصدمه لانهم شافوا نص جسم شويته اختفى تماما، والمنظر كان مرعب جدا، وكلهم بيفضلوا يصرخوا في نفس الوقت. وحتى الراجل العجوز اللي مات رجع للحياه تاني وصحته اتحسنت جدا. وطبعا أوليك بيترعب ومن كتر الصدمه بيسيب حماته وبترجع تطير تاني لفوق، وبتخرج من الفتحه اللي موجوده في السقف وبتلف في الجو كام دقيقه كده، وفجاه بتقع من مسافه كبيره جدا للارض وبيغمى عليها. وبتظهر شويته مره تانيه وبترجع طبيعيه من تاني، وفي نفس اللحظه جدها بيترمي في الارض وكانه مات مره تانيه. وبعد كده بيتجمعوا كلهم في نفس المكان وبيبداوا يفكروا في اللي حصل معاهم، وبيحاولوا يلاقوا تفسير منطقي. وبيقول لهم أوليك ان النيزك ممكن يكون اداهم قوات خارقه، وبيستغرب أوليك ان مفيش اي حاجه غريبه ظهرت عليه وانه لسه زي ما هو انسان عادي. وبعد تفكير كبير بيتفقوا انهم يتصلوا بعربيه الاسعاف تيجي تاخدهم ويروحوا يطمنوا على نفسهم في المستشفى. وهناك الدكتور بيبدا
بيفحصهم واحد ورا التاني وبيقيس مستوى الاشعاع في اجسامهم، وفي الاخر بياكد لهم ان كلهم طبيعيين ومفيش اي حاجه غريبه، وبينصحهم ياخدوا شويه مهدئات مش اكتر. وحتى لما اوليك بيشرح له اللي حصل مش بيصدق، وبيتاكد اوليك ساعتها ان مفيش اي حد هيصدق الحاجات الغريبه اللي حصلت معاهم، وبياخدهم وبيرجع البيت مره تانيه، وبيحاول كل واحد فيهم يكتشف القوات الغريبه اللي بقت عنده علشان يتعودوا عليها ويكملوا حياتهم. وبيتجمعوا بالليل على العشاء، وبتقول لهم ريتا انها فرحانه جدا وممكن تعمل سيرك وتشتغل فيه وتستخدم القوه اللي عندها وتنجح وتكسب فلوس كتيره خالص. وبيتخانق ابنها معاها وبيضربوا بعض هما الاثنين، وفي نفس الوقت البنت الصغيره بتكسر العصايه الحديد بتاعت جدها، فبيغضب الجد منها وبيقوم يجري وراها مع انه ما كانش قادر يتحرك من مكانه. وبعدها بشويه تالك بيحط اكل للكلاب بتوعه، وبيتصدم انه بيقدر يفهم الكلاب والحيوانات بتقول ايه، وبيفرح جدا وبيبدا يصرخ من كتر الفرحه، وبيحكي لعيلته كل اللي حصل معاه. وبالطريقه دي ما بيكونش فاضل غير اوليك هو الوحيد اللي مش عارف القوه اللي بقت عنده والنيزك قدم له ايه، وبيخرج يقف بره لوحده ويفكر في اللي حصل، وبيجرب اكتر من حاجه وبيفشل فيهم كلهم لحد ما بييأس وبيرجع للبيت تاني ينام. وتاني يوم الصبح كل حاجه بتمشي طبيعي وبيفضلوا على نفس الحال ده، وبيدخل اوليك على الجد الاوضه وبيلاقيه متعلق بحبل في السقف، وبيكتشف انه مش بيموت خالص، ومش بيكون قادر يصدق ان ده ممكن يحصل، وبيساعد الجد وبيشيل الحبل وبينزله مره تانيه. وفي الوقت ده باريس كل ما يدخل الحمام بيختفي غصب عنه وبيخرج لمكان تاني، وبيحصل معاه الموضوع ده اكتر من مره وبيتضايق جدا، وبيشتكي لعيلته انه مش عارف يدخل الحمام وانه مش عارف يتعامل مع اللي بيحصل، وبيزهق وبيعرض عليهم يسيبوا البيت وبيروحوا كلهم يقعدوا على البحيره شويه ويريحوا دماغهم ويصطادوا، وفعلا بيتبسطوا جدا. واول ما بيوصلوا كل واحد بيبدا يمارس القوه الجديده اللي عنده وبيستمتع بيها، وبيقعد تالك يتكلم مع الكلب بتاعه وبيستمتع جدا بوقته. وفي نفس الوقت اوليك بيتكلم مع بوريس وبيقنعه انهم يقدروا يستغلوا الوضع اللي هم فيه ده ويحلوا كل مشاكلهم الماديه بكل سهوله، لكن للاسف بوريس ما بيكونش مركز معاه خالص، وبيفضل يتنقل من مكان للتاني ويختفي كل شويه. وبيبدا اوليك يقف وسطهم ويتكلم بصوت عالي وبيشرح لهم الخطه اللي بيفكر فيها، وانهم يقدروا يسرقوا البنك بكل سهوله من غير ما حد يحس ولا يشك فيهم. وطبعا بوريس بيرفض ومش بيكون عايز يعمل حاجه زي دي، وبيخاف يدخلوا نفسهم في مشاكل ويلبسوا قضيه كبيره في الاخر، وبتحصل خناقه كبيره بينهم وبيتضايق اوليك جدا وبيقرر يمشي ويسيبهم. وفي اللحظه دي بيكتشفوا ان كل القوه اللي عندهم بتختفي اول ما اوليك يبعد عنهم، وبيبدا يستغل حاجه زي دي ويضغط عليهم اكتر واكتر، لكن بوريس بيرفض ومش بيكون فارق معاه اي حاجه خالص، وبيشوف انهم كانوا عايشين طبيعي من غير القوه دي ويقدروا يكملوا حياتهم بنفس الطريقه. وبعد جدال كبير جدا بتجري شويطه وراه وبتحاول تصالحه، وبتركب معاه العربيه وبيبداوا يتكلموا بهدوء في الطريق، وبتشرح له ان الخطه بتاعته ناقصه وانهم محتاجين يفكروا كويس جدا قبل ما ياخدوا اي خطوه، لان الموضوع مش بسيط خالص، وحرفيا اي غلطه صغيره هتوديهم كلهم في 60 داهيه. وفجاه هم بيتكلموا بيلاقوا عربيه قطعت عليهم الطريق وبيضطر يركن على جنب، وبيكتشف ان فاليري وجاي يتخانق معاه علشان البضاعه اللي غرقت بسببه، وبيهددوا فاليري انه لو ما دفعش قيمه البضاعه اللي غرقت كلها هيخلص عليه هو وكل عيلته وهينتقم منه. وفي اللحظه دي اوليك بيخاف جدا وبيحاول يدور على طريقه يجيب بيها الفلوس بسرعه، وطبعا شويته بتكون سمعت كل اللي اتقال بينهم وبيصعب عليها جدا، وعلشان كده بتوافق تساعده في الاخر وبتقرر يسرقوا البنك مع بعض، وبتاخده وبترجع للبيت وبيتجمعوا كلهم مع بعض تاني وبيبداوا يحطوا خطه في سرقه البنك، وبيكونوا فرحانين جدا لانهم هيبقوا اغنياء وحياتهم كلها هتتغير، وبيحتفلوا مع بعض بقى طول الليل. وتاني يوم الصبح ريتا بتحضر لهم الفطار وبتتحايل عليهم انها تروح المسرح لاول مره وتجرب القوه اللي عندها، وفعلا بيروحوا كلهم لهناك، وصاحب المسرح بيبدا يشوف الحاجات الغريبه اللي بيعملوها وبينبهر بيهم جدا جدا، وبيعرض عليهم يشتغلوا كلهم في المسرح مقابل مبلغ كويس جدا، لكن طبعا اوليك بيرفض وبيهدد الراجل علشان ما يصورش اي حاجه من اللي حصلت وبياخدهم وبيمشي. وفي نفس اليوم بالليل اوليك بيحس ان جسمه فيه حاجه غريبه، ولما بيجري على الحمام بيتصدم ان ايده بيطلع منها ميه، وبيستغرب ان هي دي القوه اللي عنده وبيشوف انها ملهاش اي لازمه. وتاني يوم الصبح بيخرج مع ساشا علشان ياكلوا في فندق غالي جدا، لان ده شرطها الوحيد اللي خلاها تشترك معاهم في الخطه بتاعه سرقه البنك، وبيضطر اوليك ينفذ كل كلامها. واول ما بيطلبوا الاكل بيتصدم ان العيله كلها موجوده واقفه تتفرج عليهم من بعيد، وان شويته قاعده معاهم على نفس الترابيزه ومختفيه، وكل ما يقرب من اختها بتضربه. والوضع بيسوء اكتر لما بيعرف ان فاليري قاعد في نفس المكان، واول ما فاليري بيشوفه بيروح يتكلم معاه، ولما بيتكلم معاه بطريقه مش كويسه وبيهدده تاني ساشا بتتضايق وبتهجم عليه هو ورجالته وبتضربهم وبتكسر المكان كله عليهم، لدرجه ان اوليك بيخاف وبيهرب بسرعه، وشويته بتجري وراه وبتحاول تلحقه. وطبعا بما انه مشي ساشا بتفقد قوتها وبتخاف جدا وبتحاول تهرب بسرعه، وبيركبوا العربيه وبيختفوا من المكان خالص. وبعدها بيخططوا ازاي يسرقوا البنك على حسب الاتفاق اللي بينهم، وبيقفوا قدام البنك وبينزل اوليك مع شويته بعد ما اختفت وبيساعدها علشان تعدي الطريق. وبعدها بشويه بيجي ضابط الامن
وبيضغط على بوريس علشان ينقل العربية في مكان تاني لأنه ما ينفعش يركن قدام البنك، وطبعا دي بتكون مشكلة كبيرة جدا وبيخافوا يبعدوا شوية وشويتا تفقد قوتها، ولما الضابط بيضغط عليهم بيضطروا يسمعوا كلامه في الآخر. وللأسف كل اللي موجودين في البنك بيشوفوا شويتا لأنها بتظهر فجأة وشكلها بيكون وحش جدا ومحدش بيكون فاهم ايه اللي حصل. وبيحاول أوليك يحل الموضوع وبيسحبهم بسرعة من العربية وبيقفوا جنب البنك كلهم، وبتختفي شويتا تاني والخطة بتفشل وبيقرروا ياخدوا العربية ويهربوا بسرعة. وفي اللحظة دي الشرطة بتحس ان في حاجة غلط وبتشك فيهم، وبيضطر بوريس يختفي بسرعة علشان يحل الموضوع ده. ولما الضابط بيشوف أوليك بيسيبهم يمشوا في الآخر، وبيستخبى بوريس في عربية تانية وبيهرب من الشرطة بصعوبة كبيرة. وبعد ما بيرجعوا للبيت أوليك بيتخانق معاهم وبيحس انه مش هيقدر ينجح في اي حاجة وفاليري هيخلص عليه، وبيتوتر جدا وبيحاول يلاقي اي حل للوضع اللي هو فيه ده. وبعد جدال كبير بينهم وخناقات كتيرة بيحاولوا يتعاونوا مع بعض تاني ويهدوا ويفكروا في حل للمشكلة. وبتزعل ريتا وبتفضل تعيط لحد ما بيوافقوا انهم يسيبوها تقدم العرض بتاعها لانها بتحلم بالموضوع ده من زمان ومش عايزة تضيع عليها حاجة زي دي. وبيجي يوم العرض وكل حاجة بتكون ماشية تمام التمام وريتا بتكون فرحانة جدا، وقبل ما تدخل المسرح للأسف بتطير في اتجاه تاني وبتخرج بره المبنى خالص ومحدش بيقدر يسيطر عليهم. وبيوصل فاليري في نفس اللحظة وبيمنع أوليك انه يمشي وبيهدده هو ورجالته وبيبدأ يضرب فيه لحد ما بيغمى عليه في الآخر. والموضوع بيكمل أكتر لما صاحب المسرح بيقرر ينتقم منهم لأنهم بوظوا له اليوم كله وخسر فلوس كتيرة، وأمر رجالته يضربوا أوليك وحالته بقت وحشة جدا وما كانش قادر يمشي غير بالعافية. وبيطلع كل غضبه على شويتا وعيلتها وبيرفض يكمل معاهم وبيقول لهم كلام مش كويس خالص زي إنهم ناس أغبياء ولو عندهم قوة العالم كله هيفضلوا أغبياء زي ما هم وفقراء. وبيقرر يحل مشاكله لوحده ويسدد الديون اللي عليه بأي طريقة تانية وبيسيبهم وبيمشي في الآخر. وفي اللحظة دي بوريس بيزعل جدا وبيصمم إنهم ينفذوا الخطة، وبياخد عيلته في العربية وبيروحوا للبنك وكل واحد فيهم بيكون مطلوب منه مهمة معينة وبيبدأوا يركنوا قدام البنك. وبيستخدم موريس قوته وبيختفي وبيدخل جوه البنك بسهولة، وريتا بتطير لجوه علشان تأمن المكان، وشويتا بتقدر توصل للأوضة اللي فيها كل الفلوس وأختها بتكسر الباب بحركة واحدة بس منها. والجد بيشتت شوية الناس اللي كانوا قاعدين قدام البنك وبيحاول يتكلم معاهم في أي حاجة، وأخوهم بيجمع كل كلاب الشرطة بعيد عن البنك خالص وبيتأكد إنهم في أمان وبيقدروا يلموا كل الفلوس اللي موجودة في البنك بسهولة. وبعد ما خطتهم بتنجح بيقرروا يرموا شوية فلوس للناس اللي في الشارع وبياخدوا العربية وبيهربوا بسرعة لدرجة إن الشرطة بتفكرهم إن هم اللي عملوا كده وبتقبض عليهم. وبعد كام ساعة بيوصل أوليك وعيلته لمكان آمن وبيبدأوا يحتفلوا باللي هم عملوه وبيفرحوا جدا إنهم أخيرا بقوا أغنياء وهيحلوا كل مشاكلهم. وبعد ما بيحتفلوا مع بعض الجد بيصمم إنهم يسيبوه لوحده لأنه عايز يموت وما بقاش قادر يتحمل الحياة دي خالص، وفعلا للأسف بيضطروا يسمعوا كلامه. وبعد ما بيتحركوا بالعربية من غيره ريتا بتزعل عليه جدا وبتصمم ترجع تاخده وبتنقذ حياته على آخر لحظة، وبيبدأوا يتجادلوا مع بعض تاني وبيحس قد إيه هما ناس أنانية ومحدش فيهم بيفكر فيه ولا في مشاعره. ولما بيلاقيهم مصممين بيبلغ الشرطة وبيأكد لهم إنهم لو ما هربوش دلوقتي حالا الشرطة هتوصل وتقبض عليهم كلهم ومجهودهم هيضيع على الفاضي، وبيزعل لأنه مش قادر حتى يموت بسلام. والغريب إنهم في الطريق شويتا بتفسخ الخطوبة وبتدي لأوليك فلوسه وبتقول له إنها مش عايزة تكمل معاه تاني، وده لأنها مش قادرة تنسى كل الكلام اللي قالوا عليهم وإنه شايفهم بطريقة مش كويسة ومش هتقدر تنسى اللي حصل أبدا. وبيضطر أوليك يمشي ويسيبهم وبيدي فاليري الفلوس بتاعته علشان يقفل الصفحة دي خالص. وبعد ما بيفكر هيعمل إيه بكل الفلوس اللي معاه بيقرر في الآخر يسافر ويعيش في بلد تاني وبيجهز نفسه وبيروح للمطار وبيتصادم لما بيشوف في الأخبار إن الشرطة قبضت على شويتا وكل عيلتها وبيزعل عليهم جدا وما بيكونش عارف يتصرف إزاي، وبيصمم في الآخر يرجع لهم ويجيب جثة جدهم مرة تانية وبيدخل المحكمة. وطبعا كل واحد قوته بترجع له وشويتا بتقدر تختفي بكل سهولة وبيبدأ كل واحد يستغل قوته وينقذ نفسه من الحبس، والوضع بيخرج عن السيطرة خالص وبيضربوا كل اللي موجودين في قاعة المحكمة، وساشا بتكسر الحديد وبتخرج مامتها وأختها وبيتجمعوا مع بعض تاني بعد كل اللي حصل. وأول ما بيخرجوا من المبنى بيلاقوا الشرطة محاوطة المكان من كل اتجاه وبتشتتهم ريتا وبتطير قدامهم كلهم وبتدي فرصة لعيلتها تركب العربية وبتهرب معاهم في الوقت المناسب. وبتبدأ الشرطة تطاردهم في المدينة كلها وبيعرفوا إنهم لازم يتخلصوا من عربية الشرطة، وبتستخدم ساشا قوتها وبتدمر أكتر من عربية. وبوريس بيختفي من مكان للتاني وبيتنقل بين عربيات الشرطة بسهولة، وبعد مجهود كبير منهم بيهربوا من عربيات الشرطة وبيخبطوا في محل خضار والعربية كلها بتتبهدل وما بيكونوش شايفين قدامهم. والأول مرة أوليك بيستخدم القوة اللي عنده وبينظف إزاز العربية بالمية اللي بتخرج من إيده وبيفرحوا بيه كلهم جدا. وفي الآخر ريتا بتنجح إنها تطير بالعربية لفوق وبتهرب من كل رجال الشرطة، والغريب إن فاليري بيوافق يساعدهم وبيهربهم في السفينة بتاعته ومحدش بيكون قادر يحدد مكانهم، وبيقرروا يسافروا للصين ويبدأوا حياتهم من أول وجديد بصفحة بيضاء وينسوا كمان كل اللي حصل زمان ويستخدموا قوتهم دي في حاجة مفيدة
مفيدة للمجتمع. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.